بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بس عامل الفيديو مخصوص عشان الاستراتيجية اللي انا كنت اتكلمت عليها ونشرت عليها في معظم الجروبات. اول حاجة انا هجاوب الاول على كل الاسئلة اللي اتوجهت لي على الجروبات وايه هي الاستراتيجية. اول حاجة الاستراتيجية هي عبارة عن ان انت مثلا بتمثل اضافة اي بي اللي هي مثلا اضافة براوز، بتدوس هنا وتغير مثلا، هتجيب 25 اكونت او حسب، يعني مثلا هتعملوا شات فيه 10 اشخاص، يعني تجيب انت 9 ايميلات، لان انت لو اشتغلت على الريفيل بتاعك وعملت للريفيل بتاعك حساب من نفس الاي بي، الشركة بتكتشف ده تلقائي وبيعملوا لك بلوك اي بي. فانا هعمل شات قريب جدا للناس المتفاعلة بس، وانت بتختار بقى الدولة اللي انت عايزها، بتجيب 9 ريفيلات من اصدقائك وتعمل لكل ريفيل ايميل، وكل ريفيل تعمل له دولة، وكل صديق ليك بتعمل برضو لنفس الطريقة، وكده ممكن تجمعوا ال5000 نقطة في بأسهل الطرق. يعني أنا استلمت 3 دفعة من الموقع. أول دفعتين كانوا بمجهودي وتعبت فيهم كتير. تالت دفعة عملت اللي أنا بقول عليه ده، وشغلت ناس من بلدي وناس من برا البلد، وحاول جدا إن أنت تقنع ناس بالموقع. ودي صورة دفعات، وهبقى أوريكوا صور دفعات تانية. في بقى أسئلة كتير. الاستراتيجية هي عبارة ان انت مثلا بتعمل شات مع اكتر من واحد او حسب المجموعة اللي انت جايبها، وبعدين انت بتاخد كل ريفيلاتهم، بس اوعى تستخدم الريفيل بتاعك ان انت تعمل ايميل لنفسك، لان انا اتعمل لي بلوك اي بي واضطريت ان انا اعمل ضبط مصنع للراوتر واغير اي بي الجهاز. فيا ريت محدش يقع في نفس الغلط ده، انا بنبهكوا كتير. كل شخص كل شخص يشتغل في الريفيل بتاعه. زي ما قلت ان انت مثلا بتجمع 25 شخص، تجيب 24 اكونت، ما تشتغلش على الريفيل بتاعك، تجمع ال24 ريفيل بتاع اصدقائك وتعمل لكل ريفيل حساب، وكل ال25 شخص اللي في المحادثة يعملوا نفس الطريقة مع نفسهم بقى، وكده في مدة 5 ايام 25 واحد يقبضهم. انا استلمت مرة بيها، بس في الناس مش مهتمية بالموضوع، وعشان الناس اللي بتشتكي من موضوع الاستطلاعات وتقول الاستطلاعات مش بتوصل، الشركة عندها أزمة اقتصادية كبيرة اليومين دول عشان ارتفاع سعر الدولار، فبتقل الاستطلاعات كتير، وساعات بتبعت استطلاعات من غير نقط. فما تدققوش، والكل يعتمد ان هو يدعو اصدقائه او يستخدم الاستراتيجية. وانا هشتغل مع ناس كتير في الجروب، فياريت محدش يستهين بالموضوع. الموضوع كبير ويحقق دخل حلو. ال50 دولار دلوقتي بقوا مبلغ، يعني مثلا تقدر تصرف بيه على نفسك، يعني ما تحتاجش لحد، جاي من الشغل تسلى عادي يعني. وتاني نقطة الناس اللي بتتكلم فيها، انت بتستلم الدفعات ازاي؟ انت مثلا بتروح الويسترن يونيو وتديهم رقم الحوالي اللي هم بعتوه لك، بيقول لك مين اللي بعت لك الفلوس، هتقول لهم شركة يوجو، فيقول لك الشركة فين، هتقول له من الامارات العربية المتحدة. يسألك شوية اسئلة تافهة، يعني الفلوس جايلك ليه؟ قول له تجميع نقط من الموقع وكده، وبيسلمك الدولارات بدون اي مشاكل وبدون اي حاجة. بس ملحوظة كبيرة والناس كلها ممكن الفلوس تضيع منها، اللي يروح يستلم الفلوس لازم أن يكون معاه بطاقة، وتكون معلومات الحساب معمولة بنفس بيانات البطاقة، عشان اي غلطة الفلوس هتضيع منك. بقول تاني، اللي يروح يستلم الفلوس لازم أن يكون نفسه هو صاحب البطاقة ونفس بيانات الايميل. انا عن نفسي عامل البيانات كلها باسم والدي، وبروح مع والدي واستلم، لان انا الموقع اصلا قايل ما ينفعش حد يخش اقل من 18 سنة. انت لو اقل من 18 سنة اعمل المعلومات باسم اخوك الكبير، ابوك، والدك، والدتك، اي حد. المهم اللي يروح يستلم الحاجة يكون بالغ عن 18 سنة او 18 سنة. غير كده بقى انا شرحت الاستراتيجية، واي حد عنده اي اسئلة تانية يقولها، واللي بيقول انا ناس ما شرحتش هشرحها تاني وتالت ورابع، ولو طولت اعمل لكم فيديو تاني كمان هعمل. اي اسئلة تانية في الكومنتات، وده الجروب بتاعنا عصابة يوجوف بالانجلش، جنجي يوجوف، والكل ينضم فيه يا ريت. واي حاجة تحتاجوها اكون معاكم فيها. ليكوا شير للفيديو بقى يا ريت يعجبكم، وهستنى كل واحد يقدر يعمل معايا اي حاجة.
وغير كده بقى انا مجرب الاستراتيجية مرة، والناس مش ناس بتفضل تقول كدب ومش كدب. جرب، مش هتخسر حاجة، وكلها 5 ايام وكل حاجة تبان. اما نعمل محادثة، وانا هعمل شات في الجروب وادخل ناس متفاعلة بس، غير كده مش هدخل حد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغت، اللهم فشل.